عسلامة الناس الكل، شحوالكم ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم روسيت جديده وهي روسيت البسكوي هذيا. تنجموا تقولوا عليه بسكوي ماربري رولاي كما تحبوا نتوما، اما البنه حاجه اخرى. هو معناها بين البسكوي وبين الجاتو، لا هو طري برشا كما الجاتو ولا هو يابس برشا كما البسكوي. الحسين نخليكم مع الروسيت، جربوها وتفكروني وما تنسونيش في الجامات. لهنا بالنسبة للمكونات نتاع البسكوي نتاعنا، عندنا زوز عظمات، عندنا كاس الا ربع زيت كما تشوفوا فيه، تنحط لكم بالجرام قداه. كاس سكر، هذا سكر. السكر بالنسبة للسكر اللي يحب الحلاوة معناها يزيد حتى نصف كاس ولا ربع كاس، لهنا متجيش حلوة برشا خاطر باش نحطوا لها شوكولا بعد، معناها تزيد تحلينا، واللي يحب الحلاوة بالطبيعة يزيد على روحه. لهنا عندنا الفارينة حطيت كاس باش نقص لكم خاطر بالكاس كيما المره اللي فاتت. دونك كاس فرينه، مش كاس بركه معناها هاك، حطيت بحثيه الفرينه لهنا باش نزيد وتنقول لكم قداش. لهنا عندنا هنا باش ناخذ زوز ملاعق نتاع قهوه ولا ملعقه نتاع قهوه، قشور برقدان مرحي يزيفوا لنا برشا البسكوي. وهنا عندي زوز ملاعق نتاع اكل كاكاو مر، وهنا واحده سكر فانيليا، ساشي سكر فانيليا. والخميره باش ناخذ مغرفه نتاع قهوه بركه، مغرفه نتاع قهوه مكومه خميره مش ساشي كامله. وهذوما المكونات نتاعنا. ولهنا اول حاجه بديت بها ركبت السكر والعظم والسكر فانيليا مع بعضهم مليح مليح، كما نعملوا في الجاتو. نركضوهم لين يتبدل اللون نتاعهم كما هكا يولي ابيض، وبعديك نزيد الزيت، نعاود نركض بالطبيعه مليح، وتو نحط الفارينه. لهنا الفارينه نحطه بشويه بشويه، حطيت الفارينه وحطيت مغرفه صغيره نتاع قهوه خميره ومغرفه صغيره نتاع قهوه قشور برقدان المرحي. بالطبيعه كانت تحبوا، اللي ما يحبش ما ينجم ينحيها قشور برقدان المرحي. لهنا حركت كما تشوفوا من الاول حطيت كاس بركه، بعد زدت الكاس الثاني باقي مازال جاريه. دونك لهنا زدت الكاس الثاني ونقعدوا نحركوا ونزيدوا بشوي بشوي. ولهنا زدت الكاس الثالث كما تشوفوا قعدت نزيد فيه بشوي بشوي، ما حطيتوش الكل مع بعضه خاطر ما تعرفش عليه معناها ينجم يكون الفرينه كما ديما نقول لكم، الفرينه كل واحد ونوع الفرينه نتاعو، كل واحد وحجم العظمه نتاعو، معناها ما نجمش نعطيكم اكزاكتومون، معناها نتوما هاكا عينكم ميزانكم. كما تشوفوا حطيتوا الكاس الكل لما حلقنا ذاك الثالث، وباقي حسيتها مازالت شويه كما تشوفوا هكا هي تتلصق، هي لازمها تكون تتلصق كما تشوفوا هكا زيت تلصق في الصوابع، وكما قاعده ناقصه خاطر ما تنجمش ما تتلمش. دونك زدتها زوز مغارف نتاع ماكله فرينه. لهنا معناها كليت لي الكل في الكل بالميزان 300 غرام وزوز مغارف نتاع ماكله فرينه. دونك نتوما حسب عينكم ميزانكم كما شفتوا لهنا لين تولي كي تهز كما هكا معناها تهز كعبوره وتولي تتلملك، اما راهي تتلصق. رد بالكم تقعدوا تزيدوا في الفرينه لين تولي ما عادش تتلصق، ما هي لازمها تكون تتلصق بالطريقه ذيك، اما تتلم في نفس الوقت كي تنحيها من الشقاله نتاعك تتنحى معناها. ولهنا قسمت على نصفين كما قلت لكم، كما تشوفوا النصف هذا اكبر من النصف هذا النصف خليته طبيعي، وهذا زدت الكاكاو. تو كل نصف كما هكا باش نقسمه على 2 كما تشوفوا هكا، وراهي تتلصق. على ذاك حطيت شويه شويه فرينه هكا نحطو باش ما تلصقناش في الرقامه، ما راهي تتلصق لازمها تكون تتلصق. كان ما جاتكمش تلصق ما تجيكمش شوشه معناها وطريه تجي يابسه. دونك عادي معناها كان جاتكم تتلصق. تو تبعوا طريقه كيفاش باش نخدمها ونخليكم مع الفيديو.
دونك لهنا كملت لميتها كما شفتوا، ان شاء الله يكون واضح الفيديو الطريقه كيفاش. كما تشوفوا لهنا الافي ما بغي محلاه مزيان على الاخر، ديجا نيه تشهي. لهنا تو ندخلها للفور، نسويها بالكدا كما تشوفوا، نحطوا بابي كويسون ماذا بينا من اللوطه وندخلوها للفور. بالنسبه للفور 150 درجه، من 20 30 دقيقه كل واحد الفور نتاعو. هاكا تعسوا عليها، تشعلوا لها من اللوطه بركه من الاول وبعد تشعلوها من الفوق. وهذا البسكوي نتاعنا طاب كما تشوفوا، خذا اللون الذهبي المزيان. تو تنجموا تحطوا عليه شوكولا، ذوبوا شوكولا وتحطوها فوقه. كما تنجموا تخليوه كما هكا. بالنسبه اللي ما يحب الشوكولا ولا ما عندوش شوكولا ينجم يخليه كما هكا. دونك خلوه يبرد في عقله على الاخر وبعد نقصوه. انا لهنا حبيت نحط لها الشوكولا ورشيت عليها شويه فروي سيك، ذوبت شويه شوكولا مع شويه حليب وبعد حطيتهم فوقها. ولهنا كما تشوفوا قصيت البسكوي متاعي، كما تشوفوا فيه كيفاش جي مزيان على الاخر من الداخل، وبالطبيعه والريحه والبنه وما نحكي لكمش. نودكم ولا نشاهيكم ان شاء الله تجربوها روسيت، ان شاء الله تعاودوا تقولوا لي، ترجعوا لي في لي كومونتير وتقولوا لي، ولا تبعثوا لي تصاور. نفرح برشا معناها كي تبعثوا لي تصاور تقولوا لي روسيت نجحت ومعناها وجات باهيه. وان شاء الله يكون واضح الفيديو، فاو كان فما حاجه هكا ولا هكا تقولوا لي، ما يصيرش ما فما حتى مشكله معناها نفسر لكم. ملتقانا في روسيت جديده ان شاء الله، وبسلامه.